الشباب تفوق لعبا ونتيجة على شقيقه الطائي، بل وأحرز نتيجة تاريخية نادرا ما تحدث في الدور قبل النهائي في مثل هذه البطولات الكبرى. ويمكن القول أنه كان يوم الشبابيين الذين فعلوا كل ما يريدون في الكرة، وما كان من الطائيين إلا المشاهدة والاستمتاع بتألق النجوم فؤاد أنور وفهد المهلل وبقية زملائهم. منذ اللحظات الأولى كان واضحا أن الفريق الشبابي يلعب للفوز بل وللحسم مبكرا، وذلك من خلال هجوم متواصل عبر 3 مهاجمين يساندهم لاعبو الوسط وظهيري الجنب، وهو ما أدى إلى تفكك سريع لدفاع الطائي وسيطرة تامة للشبابيين، وخاصة مع تراجع مستوى خط وسط الطائي وتقهقره طوال المباراة في الوقت الذي كان فيه الحارس محمد الدعيع دون مستواه بمراحل. ومع الدقيقة 30 من عمر المباراة بدأ سيل الأهداف الشبابية عبر النجم فؤاد أنور الذي وضعها لولبية من فوق رأس الدعيع المتقدم دون مبرر. وبعد الهدف حاول الطائيون ولكن دون تركيز، فاستثمر لاعبو الشباب اندفاع الطائي لتعزيز الفوز بهدف ثاني لفهد المهلل أنهوا به الشوط الأول. ورغم اعتقاد البعض أن الطائي ليس أمامه سوى الهجوم للتعويض، خاصة وأنه متأخر بهدفين، إلا أن مدرب الشباب فرنانديز واصل تكتيكه الهجومي المفضل، وترجم المهلل والركبي رغبات المدرب بهدفين متتاليين في الدقيقتين 12 و14. واختتم منصور إياندو مسلسل الأهداف بالهدف الخامس قبل أن تنتهي المباراة بدقيقة من خلال ضربة جزاء. تمريرة دقيقة من فؤاد أنور بيمرر كرة جميلة، المهلل بجمالها بيحطها بيسجل الهدف الثالث للشباب. تدى للشباب جميلة للشيحان عبد الله، وعبد الله داخل من الجناح الايسر معاه فيصل الصقري، وعبد الله الشيحان بيعدي وبيمر وضربة جزاء صحيحة في شد وفي ضرب، وضربة جزاء لعبد الله الشيحان من الشباب في الدقيقة 42. ضربة جزاء في الدقيقة 42، وشوف في شد اول وفي اعاقة واعثار، ومحمد الدعيع شوف بيركز محمد، ومنصور اياندو وبيسددها في المرمى. الهدف الخامس منصور اياندو بيسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء لفريق الشباب. منصور اياندو